المهلبية اللي كلنا اتربينا عليها، ما فيش أي بيت في رمضان ما كانش فيه المهلبية دي، مهلبية قمر الدين من غير قمر الدين، شايفين شكلها عامل إزاي؟ ربنا يرحمه بابايا يا رب كان دايمًا بيعملها لنا، وعلى طول المهلبية دي بتفكّرني برمضان أيام زمان، شايفين شكلها عامل إزاي؟ على قد ما هي مكوناتها بسيطة جدًا وسهلة، على قد ما هي هتفاجئكم بطعمها الجميل، اعملوا لايك وشير كتير للفيديو ده، ويالّا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله أول حاجة معايا هنا كمية من البرتقان وكمية من الجزر قد بعض قد بعض أنا بس إيه قشرتهم زي ما انتوا شايفين وشلت القشرة البيضة من البرتقان وبدأت أنزل بيهم في الخلاط بالشكل ده أو الكبة شوية من المية أي كمية مَيّة بقى أنتِ عاوزاها، أنا باحب العصير يكون مركّز شوية كده والطعم يبقى موجود فيه، ضربتهم كويس جدًا في الخلاط وصفّيتهم بالشكل ده، مهم جدًا طبعًا إن إحنا نصفّيهم، لحد كده هي بقت عصير المهلبية، إحنا لسه ما عملناش المهلبية، لحد كده عندِك عصير طعمه خطير جدًا، حلّيه بالسكر بس وبألف هنا وشفا، وتقدري طبعًا تخفّفيه شوية لو أنتِ بتحبيه خفيف. تمام، لكن إحنا هنعمله مهلبية، عايرته طلع قد إيه، طلع 4 كوبايات كبار، ضِفت عليهم نُص كوباية من السكر، و هاضيف عليهم 4 معالق كبار من النشا بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، وكمان هاضيف معلقة واحدة من الدقيق، ودي بتفرق جدًا، جدًا في المهلبية بتاعتنا، بتخلّيها كريمية وناعمة كده وأنتم هتجربوا وتشوفوا. بعد كده باقلّبها كويس جدًا على البارد، أنا لسه ما رفعتش على النار، تمام، نقلّبها كويس جدًا لحد ما كلّها تدوب كده مع بعض ويختلطوا، بعد كده نرفعها على نار هادية ونقلّب بقى ما نسيبش التقليب أبدًا عشان ما يبقاش فيها أي تكتلات. بُصّوا بقى الريحة خطيرة، يعني شايفين قد إيه هي بسيطة بس بجد ريحتها فكّرتني بأيام زمان، ريحة تجنن بجد، ما كانش في بيت في مصر ما بيبقاش فيه المهلبية دي صح؟ لو حد كان بيعملها زمان أو متعوّد عليها قولوا لي كده واكتبوا لي، لإن فعلًا التحلية دي أو المهلبية دي كانت مشهورة عندنا من حلويات رمضان. أفضل أقلّب زي ما أنتم شايفين القوام اختلف تمامًا وهتبدأ تغلي معايا وخلاص هي كده تمام التمام، على طول بقى ناخدها ونصُبّها بقى في البولات، في كوبايات، في كاسات، زي ما أنتم حابين، وهي سخنة كده. أبدأ بقى إيه أصُبّها وأملى بيها البولات بتاعتي وهادخّلها التلاجة، بس طبعًا لمّا تبرد شوية بندخّلها التلاجة عشان التلاجة بتاعتنا ما تبوظش مننا ولا حاجة، تمام، وبعد كده بقى أمّا باطلّعها من التلاجة حوالي ساعة كده والّا حاجة، هي مش بتبقى ماسكة نَفْسها أوي كده لأ، إحنا عايزينها كده إيه، حاجة كريمية كده، هاورّيكم طبعًا شكلها وقوامها دلوقتي. بعد ما تخرج من التلاجة شوية بقى زينة كنا على طول زمان نحط زبيب وجوز هند وسوداني، حابة طبعًا تحطي مكسرات حطي، حابة بقى تحطي فستق كداب حطي، اللي يعجبِك حطيه، المهم إن هي هتفكّرِك بجد بزمان، بُصّوا شكلها عامل إزاي، وريحتها يا جماعة تجنن، إحنا ما زوّدناش مَيّة كتير في العصير وهو ده اللي مخلّيها ريحتها حلوة كده ولونها وقوامها حلوين، بُصّوا بقى القوام عايزاكم تشوفوا معايا، بُصّوا بجد يا جماعة خطيرة، إن شاء الله هتجربوها وتعجبكم، سهلة وبسيطة وبتفكّرنا بأيام زمان، لايك وشير للفيديو وبس كده.